بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير وصحه وسعاده. وحشوني كتير كتير من الفيديو اللي فات. النهارده بقى ده فيديو بسيط كده وخفيف عليكم. حبيت بس اوريكم يعني ايه لقطات كده من اليوم بتاعي. النهارده بقى كنت عامله ايه؟ عامله محشي ورق لفت. اشتريت لفت وعملته مخلل، هوريكم شكله بعد ما تخلل. انا مخللاه معاكم وعاملاه معاكم كتير قبل كده في القناه، بس مش حابه ان انا اعيد الحاجه اللي انا عملتها بدل المره 10. تمام. انا خدت اللفت الروز بتاعته عملتها مخلل، ما شاء الله كان جميل وتحفه. حطيت له بنجر والعروق بتاعته والقشر مكان ما كنا بنقشر كده، والرز بتاعته وكل حاجه، الفضلات دي كلها يعني ما محضرتش حاجه من اللفت اللي انا اشتريته ولا رميت حاجه منه. العروق والقشر وكل حاجه رميناها للطيور، والورقه السليمه بقيت انقي الورقه الخضراء السليمه الحلوه. وقمحته وظبطته زي ورق العنب كده بالظبط. تمام، ما تاخدوش في بالكم. عارفين مين اللي عامل صوت وعامل دوشه وعامل هيصه؟ ده اللي قاعد قدامكم ده، هو ده اللي عامل القلق كله. هو ده اللي عامل القلق كله. تمام. خاص صاحبتي. والله ما اشيل حاجه من التسجيل ده عشان انا زهقت. مش عارفه اسجل منه حاجه بلمطه ده. المهم بقى شفتوا بقى شكله بقى في الاخر بقى عامل ازاي؟ تحفه، شكله جميل وروعه. ده بقى ايه؟ ورق اللفت. لقيت الحله اللي انا كنت بحشي فيها الاول لقيتها هتبقى كبيره قوي عليهم، وهم طلعوا حبه صغيرين، فروحت نقلاهم في دقيه صغيره. وده شكل اللفت بعد ما عملته. بصراحه يعني ايه، ما كنتش ناويه اصوره، بس قلت اوريكم الشكل والمنظر بتاعه لما حطيت عليه البنجر وعملته المحلول بتاعه، ملح وخل وليمون، عصير ليمون، وشطه حمراء من الناعمه ديت، اللهم صل على النبي، وايه تاني بس. والمحشي بتاعنا بعد ما استوى، مش عايزه اقول لكم على ريحته وطعمه وجماله، والله العظيم 3 احلى من ورق العنب. حاجه كده يعني ببلاش اهو. اللي مش عنده ورق عنب ومش مخزن ورق عنب يجرب كده محشي الورق اللفت، وعلى ضمانتي جربوه كده وقولوا لي ايه رايكم. تمام. بس كده يعني انا ايه، جبت ب10 جنيه لفت، مليت البطرمان اللي انتوا شايفينه ده والبوله اللي يا زياد عيب يا زياد، انا بسجل صوت تبعي. عن البطرمان اللي انتوا يا ابني تصدق ان انا كنت ناسيه والله. لا انا نسيت ان انا مولعه على البراد. بصوا شكل المحشي بتاعنا تحفه ما شاء الله. بصوا، والرصه بتاعته بقى مش عايزه اقول لكم. بس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده. يا رب يكون عجبكم، فيديو خفيف وبسيط كده. يا رب يكون عجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا منه. وحشوني كتير كتير. ما تنسوناش بقى بدعوه حلوه من قلبكم وتعليق. كتروا من التعليقات، بالله عليكم تكتروا من التعليقات واللايكات. اخواتي وحبايبي في الله، وشيروا الفيديو كده فضلا وليس امرا. بحبكم في الله. استنظروني ان شاء الله في فيديو جديد على خير يا احلى اخوات في الدنيا. ربنا يخليكم ليا وما تحرمش منكم ابدا يا رب، وربنا يوفقكم جميعا. اشوفكم على خير، مع الف سلامه.